عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنحل النهاردة محافظة الجيزة. أول سؤال، اختر من بين الأقواس. طيب أول حاجة رقم 1، مجموعة حل المعادلتين س بتساوي 3 وس زائد ص بتساوي 5 في ح هي إيه؟ وعطيني مجموعة أزواج مرتبة. طب أول حاجة هو عطيها س جاهزة على طول، دي بتساوي 3. تاني معادلة س زائد ص بتساوي 5. السين هو بكام؟ ب3، هشيلها واحط مكانها 3، يبقى س ب3 زائد ص دي بتساوي 5. يعني ص بتساوي الخمسة، 3 تروح لها الناحية التانية، هتعدي اللي يساوي تتغير إشارتها، كانت هي موجب هتبقى سالب 3. 5 ناقص 3 يعني ب2، يبقى س ب3 وص ب2. يعني كده طالما بيقول لي مجموعة حل يعني بين قوسين مجموعة، ولازم أكتب زوج مرتب. زوج مرتب أول إحداثي بيكون السين بكام؟ ب3، وتاني إحداثي اللي هو الصاد ب2، يعني 3 و2. أدور بقى في الاختيارات، هو أول اختيار على طول المجموعة، مجموعة الزوج المرتب 3 و2، يبقى الاختيار رقم أ. رقم 2، إذا كان أ وب حدثين متنافيين من تجربة عشوائية ما، فإن لام أ تقاطع ب بيساوي فاي ولا صفر ولا 1 ولا نص. طيب أنا لما يقول لي حدثين متنافيين، يعني مثلا دي أ ودي ب، يعني ما فيش ما بينهم تقاطع. التقاطع ما بينهم دايما بيساوي فاي، ما فيش عناصر مشتركة، عشان كده العناصر هنا ما فيش، فدي اسمها حدثين متنافيين. طيب لما يجي بقى يقول لي الاحتمال بتاع أ تقاطع ب، طيب أنا هنا في عناصر أصلا متقاطعة مع بعض مفيش، يبقى الاحتمال هيكون بصفر. يبقى أنا عندي لما يكون حدثين متنافيين بيكون لام أ تقاطع ب دايما مفيش تقاطع، فبيكون الاحتمال بيكون صفر، لأن احنا عارفين الاحتمال دايما بينحصر ما بين الصفر والواحد. يعني هنا بيكون يا إما صفر يا إما واحد، وصفر ده اسمه حدث مستحيل، وواحد حدث مؤكد. والاحتمال دايما بيكون يا إما كسر يا إما صفر يا إما واحد، ما فيش حاجة اسمها فاي في الاحتمال ده لما يكون العناصر هي إيه. طيب وبرده في الحدثين المتنافيين لام أ اتحاد ب بتساوي لام أ زائد لام ب، دي عشان أفكركم بيها. لكن هنا في المطلوب اللي عندي الاحتمال بتاع أ تقاطع ب هو إيه؟ الاحتمال طبعا مفيش خالص أي احتمال إن هما يتقاطعوا، فبتكون بصفر، يبقى الاختيار عندي رقم ب. رقم 3، أحد حلول المتباينة 2 س ناقص 3 أكبر من 3 حيث س بتنتمي لصاد هو إيه؟ وأعطيني مجموعة من الحلول. طيب أول حاجة لازم المفروض نحلها مع بعض، 2 س ناقص 3 أكبر من 3. أخلي المجهول في طرف، يعني 2 س في ناحية، وبعدين أكبر من 3 في مكانها زي ما هي. السالب 3 هتعدي العلامة بتاعتها اللي هي أكبر من، طالما هتعدي يبقى معناها هتغير إشارتها، هي كانت هنا بالسالب فلازم تاخد الضريبة بتاعتها، طالما عدت هنا يبقى هتتغير إشارتها هتبقى موجب 3. يبقى كانت بالسالب عدت، يبقى هنا هتبقى موجب 3، يعني 2 س أكبر من 3 و3 6. طب أنا عايزة دلوقتي أتخلص من الاتنين اللي جنب السين، هروح أقسم عليها، هنقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، الاتنين راحت مع الاتنين فيفضل س أكبر من 6 على الاتنين يعني 3، يعني معناها س أكبر من 3. لو قلت هنا مجموعة الحل هتساوي إيه؟ مفروض أكبر من يعني فترة مفتوحة 3، وأكبر من يعني لغاية ما لا نهاية، والما لا نهاية طبعا مفتوحة. طيب 3 وما لا نهاية، هو مش عاطيني هنا دي، طب هو بيقول لي أحد حلول المتباينة. طيب هي دلوقتي أكبر من 3، طيب هي بتساوي 3؟ لا ما ينفعش تساوي 3، لأن هنا لو في علامة أو يساوي كان ممكن أختارها. هنا سالب 3، لا سالب 3 أصغر ما ينفعش. س بتساوي 7، طيب السبعة فعلا عندي أكبر من 3، لأن الأكبر من 3 يبدأ من 4 5 6 7. س بتساوي سالب 7 ما تنفعش لأن السالب طبعا أصغر، يبقى الاختيار عندي هنا أحد الحلول هي س بتساوي 7، لأن هنا 7 أكبر من 3. يبقى رقم 4، إذا كان عمر رجل الآن دلوقتي يعني س سنة، فإن عمره منذ 3 سنوات، يعني قبل كده من 3 سنين كان عمره كام؟ أكيد هو عمره دلوقتي س. منذ يعني هطرح اللي قبل كده لأن كان عمره أقل من كده، من 3 سنين يعني من ناقص 3 هتبقى س ناقص 3، فالإجابة هتبقى د س ناقص 3، لأن عمره دلوقتي س. منذ يعني قبل كده، يعني بنقص منه 3 لأن هو دلوقتي كبير، ولكن قبل كده كان أصغر ب3 سنين.
رقم 5 إذا كانت دالة س بتساوي س ناقص 3 على س زائد 2. عايز أصفار الدالة. طيب أنا هنا عندي ده اسمه كسر جبري، طالما في بسط ومقام ده كسر جبري، فأصفار الدالة بتساوي مجموعة أصفار البسط فرق مجموعة أصفار المقام. طب أنا عايزة كده اهوت، هي دلوقتي دالة س بتساوي س ناقص 3 على س زائد 2، فأنا هجيب أصفار البسط. يعني إيه أصفار البسط؟ يعني هاخد البسط وأساويه بالصفر. البسط بيساوي إيه؟ س ناقص 3، هروح مخليها بيساوي صفر وأحلها معادلة عادي. يعني س هتساوي السالب 3 هتعدي ليساوي، يبقى هتاخد الضريبة بتاعتها كانت بالسالب هتبقى بموجب، هتبقى موجب 3. صفر زائد 3 ب3، يبقى هنا س بتساوي 3، يبقى ده أول صفر مقام، أول صفر في البسط. طيب تاني واحد اللي هو صفر المقام، إيه هو؟ س زائد 2 هساويها برضو بالصفر، تبقى س بتساوي أحلها معادلة عادي، هتبقى صفر موجب 2 هتروح الناحية التانية تبقى سالب 2، يعني س كده بتساوي سالب 2، يبقى ده الصفر بتاع المقام. طيب أنا هنا دلوقتي عايزة أصفار الدالة. أصفار الدالة بتساوي إيه؟ مجموعة أصفار البسط فرق مجموعة أصفار المقام. طيب ايه هي اصفار البسط اللي طلعت؟ اصفار البسط طلع ب3، يبقى مجموعة 3 فرق اصفار المقام طلع بكام؟ بسالب 2، سالب 2. طب يعني ايه فرق؟ فرق يعني معناه اللي موجود في الاولانية ومش موجود في التانية. ايه اللي موجود في الاولانية؟ هي المجموعة 3، يبقى هنا الاصفار هي المجموعة 3، يبقى الاختيار هنا ألف اللي هي المجموعة 3. رقم 6 مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 6، عايز محيطه. طيب احنا عارفين محيط المثلث بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. طب هو مثلث متساوي الأضلاع يعني كل ضلع فيه ب6، يعني محيطه بيساوي ايه؟ يبقى المحيط بيساوي مجموع أطوال أضلاعه، يعني 6 زائد 6 زائد 6، يعني بيساوي 18. فين في الاختيارات 18؟ مفيش، بس هو عاطيني 9 في 1 بكام؟ 9، 9 في 2 ب18، 9 في 3 27، 9 في 4 36، يبقى الاختيار اللي هو طالع 18 سنتيمتر هي 9 في 2 اللي هي بتدي 18. رقم 2 عايز مجموعة حل المعادلتين دول جبرية. طيب أنا عندي معادلتين دول آليتين، احنا عندنا يا إما طريقة التعويض يا إما طريقة الحسب، هنا واضح إن هي طريقة الحسب. ازاي؟ هنيجي كده اهوت هشوف كل واحدة لو ليها نفس الرقم وإشارة مخالفة. هنا الصاد لو لاحظت هنا موجب صاد وهنا سالب صاد، فهنا كده على طول هتتحل المعادلة دي بسميها رقم 1 والمعادلة دي رقم 2. هقول بالجمع واجمعهم مع بعض. 3 زائد 2 هيبقى 5 س، هنا موجب صاد عدده مع قوسه الجمعي راحت مع سالب صاد، دي بتساوي 7 زائد 3 ب10. طيب هنا 5 س وهنا 10. طيب انا هنا الس مضروب فيها 5، عايزه اتخلص من ال5 يبقى هقسم الطرفين على 5، يبقى س هتساوي 10 على 5 بتساوي 2. طب س بتساوي 2، اعوض بقى في اي معادله عشان اجيب صاد. مثلا هاخد المعادله الاولى اللي هي 3 س زائد صاد بتساوي 7، اعوض اشيل السين واحط قيمتها اللي هي ب2، يعني 3 في 2 زائد صاد بتساوي 7. 3 في 2 يعني 6 زائد صاد تساوي 7. انا عايزه الصاد لوحدها، يبقى الصاد هتبقى زي ما هي، السبعة هتفضل زي ما هي، الستة هتروح الناحية التانية، كانت هنا بالموجب هتروح هناك هتبقى بالسالب 6، يبقى صاد 7 ناقص 6 هتساوي 1. يبقى كده هو س ب2 وصاد ب1. طيب وهنا مجموعة الحل هتساوي ايه؟ بعمل قوسين مجموعة وبينهم زوج مرتب. الزوج المرتب بيبدأ بايه؟ بالاحداثي السيني، س بكام؟ ب2، وبعدين الاحداثي الصادي صاد ب1، يبقى مجموعة الزوج المرتب 2 و1. رقم ب إذا كان ن س بتساوي س تربيع ناقص 9 على س تربيع زائد س ناقص 6، عايز ن سالب 1 س في أبسط صورة مبين المجال. يعني إيه ن سالب 1 س؟ يعني المعكوس الضربي لن س. طيب أول حاجة هاخد ن س كده وأشوفها بتتحل إزاي. أنا كده شايفة إن في تحليل في البسط وفي المقام، تعالوا نحلها مع بعض. أول حاجة ن س بكتب السؤال الأول بيساوي س تربيع ناقص 9 على س تربيع زائد س ناقص 6. طيب أول حاجة بعملها إيه؟ بحلل س تربيع ناقص 9 دي فرق بين مربعين، بيتحلل إزاي؟ قوسين زي بعض بالظبط، واحد سالب وواحد موجب. الجذر الأول اللي هو س وس، الجذر التاني اللي هو 9 جذرها كام؟ تبقى 3 وهنا 3.
التاني مقدار ثلاثي بسيط المقام س تربيع زائد س ناقص 6 بيتحلل ازاي؟ قوسين. طيب بشوف الحد التالت اشارته ايه؟ هنا اشارته سالب، طالما اشارته سالب يبقى معناها عايزه عددين حاصل ضربهم 6، بس الفرق ما بينهم هنا عشان في سالب هتبقى انا عايزه فرق. يعني انا عندي مثلا 6 في 1 دي بتساوي 6، بس الفرق ما بينهم بيكون العدد الاوسط. العدد الاوسط هنا بواحد. لو انا جبت الفرق ما بين العددين دول 6 ناقص 1 هيدي 5، فما ينفعش 6 في 1. طب ايه تاني بيدي 6؟ 2 في 3. 2 في 3 ده بيدي 6 فعلا. طب ايه الفرق ما بين العددين دول؟ 3 ناقص 2 هيبقى بواحد، وفعلا ده الحد الأوسط. بعملها ازاي؟ أول حاجة الجذر الأول اللي هو س تربيع، يعني هنا س وهنا س، وبعدين عندي 3 في 2، احنا قلنا 3 في 2 ب6. طيب هما كده ده حاصل ضربهم ب6، وعرفنا ان فرق يعني واحد موجب وواحد سالب. هجيب بقى مين الموجب ومين السالب؟ تبقى الإشارة بتاعة الكبير اللي بتاخد إشارة الحد الأوسط. هنا إشارة الحد الأوسط موجب، يبقى مين الكبير؟ التلاتة ولا الاتنين؟ التلاتة هي الكبيرة، فهتبقى عند التلاتة موجب والاتنين سالب. بعد كده هلاقي في حاجات بتختصر مع بعض، بس قبل ما اختصر لازم الأول أجيب المجال. طيب هو هنا عايز مش المجال بتاع ن س، عايز مجال ن سالب واحد س، يعني المعكوس الضربي. المعكوس الضربي المجال بتاعه بقول ح فرق أصفار المقام والبسط كمان. ح فرق أصفار المقام، دايما المجال عندي ح فرق أصفار المقام لما يكون كسر جبري، لكن لما يكون عايز المجال للمعكوس الضربي أو لما يكون عندي اسمه بيكون البسط والمقام. ح فرق أصفار البسط والمقام، يعني هنا هتحول ح فرق المجموعة أصفار المقام. أول حاجة التلاتة دي لما احللها اقول س زائد 3 دي بتساوي صفر، يعني س بتساوي سالب 3، يبقى هنا اول صفر سالب 3. والتاني س ناقص 2 بتساوي صفر، يعني س بتساوي 2، يبقى 2. وبعدين البسط س ناقص 3 يعني س بتساوي 3، يبقى هنا اهوت 3. طب وهنا س زائد 3 بتساوي سالب 3، يبقى هنا بتساوي صفر، يبقى س بتساوي سالب 3، يبقى الصفر المقام التالي الصفر هنا البسط هيبقى سالب 3، بس انا هنا مكتوب كان من المقام، ما ينفعش ان انا اكرر العناصر في المجموعه. يبقى هنا المجال بتاع المعكوس الضربي ن س ح فرق المجموعه سالب 3 و2 و3. طيب هنا لسه المساله ما انتهتش. بعد كده اعمل ايه؟ بعد ما جبت المجال اختصر بقى الحاجات اللي ممكن اختصرها مع بعض. هلاقي في هنا س زائد 3 هتروح مع س زائد 3، يعني كده ن س بتساوي س ناقص 3 على س ناقص 2. طب هو مش عايز ن س في أبسط صورة، هو عايز ن سالب واحد س، يعني المعكوس الضربي بتاعها. هعمل ايه في المعكوس الضربي؟ المعكوس الضربي ببدل البسط يبقى مقام والمقام يبقى بسط، هعمل شرطة كسر. هنا المقام كان س ناقص 2 هطلعه بسط يبقى س ناقص 2، وس ناقص 3 كانت بسط هنزلها مقام بقت س ناقص 3، يبقى دي ن سالب واحد س في أبسط صورة، وده المجال بتاعها. يبقى دايما اجيب المجال قبل ما اختصر، وواجي طالما عندي المعكوس الضربي، المعكوس الضربي البسط يبقى مقام والمقام يبقى بسط. رقم 3 ألف، اوجد في ح مجموعة حل المعادلة 4 س تربيع ناقص 3 س ناقص 2 بيساوي صفر، مقرب الناتج لرقمين عشريين. طيب هنا هستخدم القانون العام، هو في صورة ألف س تربيع زائد ب س زائد ج ده بيساوي صفر، هو مترتب تمام. يبقى هحط المعطيات ألف هنا بتساوي معامل س تربيع اللي هي ب4، وب اللي هي معامل س بسالب 3، وج اللي هي الحد المطلق بسالب 2. طيب القانون العام بيقول ايه؟ س بتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. بعد كده أعوض، بتساوي سالب في القانون تنزل زي ما هي، سالب في ب اللي هي كام؟ يبقى في سالب 3 موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع يعني سالب 3 تربيع 9 ناقص 4 في ألف 4 في ج اللي هي سالب 2 على 2 ألف يعني 2 في 4 بتساوي سالب 1 في سالب 3 يعني موجب 3 موجب أو سالب الجذر التربيعي 9 ناقص 4 في 4 في سالب 2 يعني هتساوي الجذر التربيعي لما تعملوها على طول هتدي 41 على 2 في 4 ب8. طيب كده معناها إن عندي مرة موجب ومرة سالب،
يعني بتساوي إما س بتساوي 3 زائد الجذر التربيعي ل41 على 8، أو س بتساوي 3 ناقص جذر 41 على 8. لما أجي أجمع دي بالكالكوليتر هتطلع 1 علامة 1 7 5 3 وهكذا. وهنا لما أجي أجمعها بالكالكوليتر هتطلع سالب علامة 4 2 5 3. طب هو هنا عايز نقربها لرقمين عشريين، يعني دي هتساوي تقريبا هنا 1 هنا 1. ال7 ديت تاني رقم أشوف اللي قبليه 5، يبقى ال5 دي طالما من أول 5 وأكبر هيكبرها، هيكبر ال7 هيخليها 8، تبقى 1.18%. هنا هتساوي سالب، بعدين أقرب رقمين عشريين هنزل ال4 والاتنين أشوف اللي قبليها كام 5، ال5 هتكبرها يبقى هتبقى 3، يبقى 43 سالب 43%. يبقى هنا هو مجموعة الحل هتساوي المجموعة 1.18% وسالب 43%. ب إذا كان ن واحد س تساوي س أس 2 زائد 3 س زائد 9 على س أس 3 ناقص 27، ونون 2 س بتساوي س زائد 1 على س أس 2 ناقص 2 س ناقص 3. عايز يعرف إذا كانت ن واحد بتساوي ن 2 ولا لأ مع ذكر السبب. طبعا عشان تكون ن واحد بتساوي ن 2 لازم بتكون بعد الاختصار بتكون ن واحد س بتساوي ن 2 س، ولازم كمان شرطين، هو دي أول شرط، وتاني شرط لازم يكون مجال ن واحد س بيساوي مجال ن 2 س. نحل أول واحدة، ن واحد س بتساوي س أس 2 زائد 3 س زائد 9 على س أس 3 ناقص 27. اتفقنا إن أول حاجة بنحلل عشان نجيب الاختصار بتاعها. طيب هنا هوت أنا دايما أبدأ لما يكون فرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين أبدأ بيه دايما، لأن بيديني الفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين قوسين، قوس صغير وقوس كبير. القوس الكبير دايما لا يحلل. طيب س أس 3 ناقص 27 هبدأ بالمقام، هيدي ايه؟ ده فرق بين مكعبين، يبقى قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير يبقى الجذر التكعيبي للأول س أس 3 جذرها التكعيبي س، والجذر التكعيبي للتاني اللي هو 27 جذرها التكعيبي 3، وإشارة النص بتنزل زي ما هي، السالب نزلت سالب. بعد كده القوس الكبير من الصغير هعمل ايه؟ أو المربع الأول يعني س أس 2 زائد مربع التاني اللي هو 3 أس 2 يعني 9. وبعدين الحد الأوسط الأول في التاني مع تغيير الإشارة، الأول في التاني يعني 3 س مع تغيير الإشارة كانت سالب يبقى هنا موجب. هبص كده الاقي البسط س أس 2 زائد 3 س زائد 9 هو نفسه القوس التاني بتاع الفرق بين المكعبين، يبقى س أس 2 زائد 3 س زائد 9. طبعا قبل ما اختصر لازم اجيب المجال الأول، يبقى مجال ن واحد س بيساوي ايه؟ ده كسر جبري، يبقى ح فرق أصفار المقام. أصفار المقام هي ايه؟ س ناقص 3 يعني س ناقص 3 بيساوي 0، يعني س بتساوي 3، يبقى هنا هو أول صفر مقام 3. القوس التاني بتاع فرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين دايما ملهوش أصفار مقام، يبقى كده أنا عندي صفر مقام 1 اللي هو 3، يبقى ح فرق المجموعة 3. بعد كده هختصر أشوف، يبقى القوس الكبير ده هيروح مع البسط، يبقى ن واحد س بتساوي البسط كده راح مع المقام اللي تحت، يبقى هنا البسط فاضل فيه 1 على س ناقص 3. دي كده الاختصار في أبسط صورة. روح ن 2 س. طيب برضو نفس الحكاية بحلل، يبقى ن 2 س بتساوي البسط مفيهوش تحليل يبقى ينزل زي ما هو س زائد 1. طيب المقام يبقى فيه قوسين، طيب القوس الأول والقوس التاني يبقى الجذر التربيعي للأول يبقى س وس. هنا هوت الحد الأخير سالب 3، سالب 3 اللي هو الحد المطلق، يعني عددين حاصل ضربهم 3 يعني 3 في 1. بس هنا هوت فرق ولا مجموع؟ طالما إشارته سالب يعني معناها فرق. الفرق ما بينهم اللي هو الحد الأوسط، الفرق ما بينهم 2 يعني 3 ناقص 1 2 فعلا. طيب الإشارة إيه؟ إشارة الكبير هي إشارة الحد الأوسط، الحد الأوسط هنا سالب، من الكبير هو ال3، يبقى هنا ال3 هحط قدامها سالب والتاني موجب. قبل ما اختصر بجيب المجال، يبقى المجال ن 2 س ده بيساوي ح فرق أصفار المقام. هنا س ناقص 3 بتساوي 0 يعني س بتساوي 3، يبقى أول صفر مقام ب3.
س زائد 1 ده يساوي 0، يعني س بتساوي -1، يبقى صفر المقام التاني بسالب 1. يبقى المجال هنا ح فرق مجموعة 3 وسالب 1. لاحظوا هنا المجال ح فرق 3 بس، وهنا ح فرق 3 وسالب 1، يبقى المجالين مش متساويين. يبقى س زائد 1 هتروح مع س زائد 1، يبقى ن 2 س هتساوي البسط 1 على س ناقص 3. هلاقي ن 1 س بتساوي ن 2 س، انها طلعت الناتج 1 على س ناقص 3 هنا، و1 على س ناقص 3 هنا. بس هنا اهوت يا ترى ن 1 بتساوي ن 2؟ لا، هقول ن 1 لا تساوي ن 2. ليه بقى؟ لأن المجال الأول لا يساوي المجال التاني، لأن مجال ن 1 لا يساوي مجال ن 2، لأن لازم الشرطين بعد الاختصار ن 1 س لازم تساوي ن 2 س. أوكي، ده متحقق. لكن المجال مش بيساوي المجال، لكن من الشروط اللي عشان بيساوي بعض لازم يكون المجال الأول بيساوي المجال التاني. رقم 4 ألف عايز حل المعادلتين س زائد ص بتساوي 4، وس أس 2 زائد ص أس 2 زائد س ص بتساوي 13. أول معادلة هجيب منها س، هقول س بتساوي ال4 زي ما هي، والصاد هتروح لها الناحية التانية، بدل عدة اللي يساوي هتتغير إشارتها، كانت موجب تبقى سالب، يبقى س بتساوي 4 ناقص ص. يبقى أنا جبت دي المعادلة الأولى. هاجي في المعادلة التانية هشيل كل س وأحط قيمتها اللي هي 4 ناقص ص. س أس 2 يعني أحط قيمتها طالما أكتر من حد، طالما حدين يبقى أحطهم بين قوسين، يعني هتساوي 4 ناقص ص، دي اللي هي س كل أس 2، زائد ص أس 2 زائد س بقى هشيل قيمتها وأحط، أشيل السين وأحط قيمتها اللي هي 4 ناقص ص في ص، اللي هي س ص، س هي 4 ناقص ص في ص، دي بتساوي 13. بعد كده عندي هنا اهوت قوس أس 2. القوس أس 2 بيتفك ازاي؟ مربع الأول اللي هو 4 أس 2 يعني 16، زائد مربع التاني يعني ص أس 2. الحد الأوسط الأول في التاني في 2، يعني السالب الإشارة بتنزل زي ما هي، الأول في التاني يعني 4 في 1 ب4 في 2 يعني 8 ص. بعد كده زائد ص أس 2. بعد كده عندي الصاد دي توزيع هتتضرب في اللي جوه، صاد في 4 يعني موجب 4 صاد، بعدين سالب في موجب يعني سالب صاد أس 2، وال13 كانت بره هتعدي اللي يساوي تدخل جوه، كانت بالموجب هتدخل بالسالب هتبقى سالب 13، ده كله بيساوي 0. أجمع الأسس المتشابهة زي بعض، هنا صاد أس 2 وهنا صاد أس 2 وهنا سالب صاد أس 2، هنا عدد ومعكوسه سالب صاد أس 2 هتروح مع موجب صاد أس 2، هيفضل لي واحدة صاد أس 2، يبقى 1 صاد أس 2. بعد كده الصاد هنا سالب 8 صاد وهنا موجب 4 صاد، اخد إشارة الكبير واطرح اللي هي الكبير 8 يبقى إشارته سالب، يبقى سالب 8 ناقص 4 4 صاد. وبعدين الحد المطلق مع الحد المطلق 16 و13، هنا 16 موجب وسالب 13 بالسالب، إشارة الكبير واطرح يعني موجب 3، ده بيساوي 0. كده بقى عندي مقدار ثلاثي بسيط يحلل، بعمل قوسين ده بيساوي 0. أول حاجة الجذر التربيعي للأول يعني صاد وصاد. طيب 3 الحد المطلق ب3 عددين حاصل ضربهم يدي 3 يعني 3 في 1. طيب هنا إشارته موجب طالما إشارته موجب يعني معناها عددين بيكون مجموعهم اللي هو الحد الأوسط، مجموعهم الحد الأوسط هو فعلا 3 زائد 1 بيدي 4، والإشارتين بيكونوا متشابهتين بالظبط عشان هنا مجموع. طيب الإشارة بقى بتكون إزاي؟ هي إشارة الحد الأوسط، يعني هنا سالب وهنا سالب، يبقى الإشارتين متشابهتين علشان هنا الحد المطلق إشارته موجبة، ومجموع بجمع مجموعهم بيدي العدد الحد الأوسط. طيب هنا بقى يعني معناها يا إما ص ناقص 3 بتساوي 0، يا إما ص ناقص 1 بتساوي 0. يبقى هنا ص بتساوي السالب 3 تعدي اللي يساوي هتبقى موجب 3، وهنا الصاد هتساوي السالب 1 تعدي اللي يساوي بقت موجب 1. بعد كده أعوض في أول معادلة اللي هي س بتساوي 4 ناقص ص، يعني س بتساوي 4 ناقص ص بتاعت هنا ب3، 4 ناقص 3 هتساوي 1. طيب وهنا أعوض في نفس المعادلة س بتساوي 4 ناقص ص، يعني 4 ناقص 1 دي بتساوي 3. طيب هنا مجموعة الحل بتساوي إيه؟ زوج المرتب، أول زوج طبعا إحداثي السيني الأول، س هنا بكام؟ ب1،
كانت الصاد بكام هنا وقتها؟ ب3. والزوج المرتب التاني س بكام؟ ب3. والصاد كانت ب1. يبقى عندي زوجين مرتبين 1 و3 و3 و1. دي مجموعة الحل. ب إذا كان ن س بتساوي س أس 2 زائد س ناقص 6 على س أس 3 ناقص 8 في س أس 2 زائد 2 س زائد 4 على س أس 2 زائد 3 س. طيب أول حاجة نحلل. طبعا احنا اتفقنا لما يكون في فرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين هبدأ بيه الأول. طيب فرق بين المكعبين بعمل ايه؟ قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير جذر التكعيبي الأول يعني س والإشارة بتنزل نفسها، والجذر التكعيبي التاني 2 س ناقص 2. طيب القوس الكبير مربع الأول يبقى س أس 2 زائد مربع التاني 2 أس 2 يعني 4. الأول في التاني مع تغيير الإشارة كانت بالسالب هتبقى موجب، الأول في التاني يعني 2 س. ودايما هتلاقي في البسط نفس القوس الكبير ده هيروح مع القوس الكبير في البسط، هتلاقيه هو لازم يكون موجود. طيب هنا فوق برضو هنا في البسط مقدار ثلاثي بسيط، هحلله ازاي؟ قوسين س أس 2 يعني هنا س وهنا س. طيب الستة يعني معناها كام في كام؟ يا إما 6 في 1 يا إما 3 في 2. طب هنا فرق ولا مجموع؟ طالما هنا سالب يبقى معناها فرق، الفرق ما بينهم بيكون 1. هنا الحد الأوسط ب1 يعني هيبقى 3 في 2. 3 في 2. طيب إشارة الكبير هي إيه؟ طبعا قوس هيكون موجب وقوس بسالب، طالما الحد المطلق إشارته سالب يبقى قوس موجب وقوس سالب. طيب مين الإشارة الموجبة؟ هي إشارة الحد الأوسط لإشارة العدد الكبير. هنا 3 هي الكبير، إشارة الحد الأوسط موجب، هتبقى هنا موجب 3 وهنا سالب 2. الناحية التانية ده القوس الكبير بتاع الفرق بين المكعبين، ده مش بيحلل، لا يحلل. س أس 2 زائد 2 س زائد 4. هنا س أس 2 زائد 3 س. هلاحظ إن في هنا س وهنا هاخد منهم الاتنين عامل مشترك، اخد من هنا عامل مشترك س. طب ايه هو لما اجي اقسم بقى؟ س أس 2 على س، يعني بكتب س واطرح الأسس 2 ناقص 1 ب1 يعني تدي س زائد 3 على 1 تدي 3. س على س راحت يبقى س زائد 3. طيب قبل ما اختصر لازم اجيب المجال. المجال بيساوي ايه؟ ه فرق أصفار المقام. أصفار المقام هي ايه؟ س ناقص 2 يبقى دي بتساوي 0 يعني س بتساوي 2 يبقى أول صفر ب2. وهنا القوس الكبير ملهوش أصفار، س المفروض س بتساوي 0 يبقى هنا الصفر هنا أصفار المقام. وس زائد 3 بتساوي 0 يعني س بتساوي سالب 3 يبقى هنا سالب 3. يبقى أصفار المقام ه فرق 2 و0 وسالب 3. بعد ما جبت المجال أختصر. س ناقص 2 في المقام راحت مع س ناقص 2 في البسط. القوس الكبير س أس 2 زائد 2 س زائد 4 لقيت زيه في البسط هيروح معايا. بعدين س زائد 3 راحت مع س زائد 3. اتفضل ايه بقى في البسط؟ يبقى دي هتساوي البسط كله مفيش حاجة خالص يعني 1، طالما موجود بسط لازم يحتفظ بمكانه يعني 1 على الس. يبقى هنا اهوت هتدي 1 على س. ده كده الاختصار في أبسط صورة. رقم 5 ألف إذا كان ن س بتساوي س أس 2 زائد س ناقص 2 على س أس 2 ناقص 4 ناقص س ناقص 3 على س أس 2 ناقص 5 س زائد 6. عايز ن س في أبسط صورة ومبينا المجال. طيب أنا هنا هحلل أول حاجة البسط س أس 2 زائد س ناقص 2، هحلله ده مقدار ثلاثي بسيط. يبقى هنا س وهنا س، الاتنين يعني ايه عددين حاصل ضربهم 2 يعني 2 في 1. طيب هنا في ناقص يعني معناها قوس موجب وقوس سالب، ومعناها الفرق ما بينهم بيكون إشارة بيكون العدد الأوسط. الفرق ما بين الاتنين والواحد 1 وهو فعلا 1. طب الإشارة الكبير هي إشارة إيه؟ الحد الأوسط. هو موجب يبقى هنا الكبير 2 يبقى هو ده الموجب والتاني سالب. طب هنا التاني س أس 2 ناقص 4 ده فرق بين مربعين. فرق بين مربعين بيكون قوسين شبه بعض بالظبط، واحد موجب واحد سالب. جذر التربيع للأول يعني هنا س وس، جذر التربيع للتاني يعني هنا 2 وهنا 2 ناقص. بعدين المقدار التاني س ناقص 3 البسط مفيهوش حاجة بيتكتب زي ما هو. المقام مقدار ثلاثي بسيط س أس 2 ناقص 5 س زائد 6. بحلله القوسين برضو هنا س وهنا س. هنا 6 يعني معقول هيكون 6 في 1 أو 2 في 3. طب
هنا في زائد قدامها، يعني معناها ان هو عددين حاصل ضربهم 6. يعني مثلا نقول 6 في 1، 6 في 1 بتساوي 6. طب هنا بيكون مجموع عشان هي زائد، فهيكون مجموعهم بيكون العدد الأوسط. طب هنا مجموع 6 زائد 1 بيساوي ايه؟ 7. لا، ده العدد الأوسط هنا 5. يبقى أنا عندي عددين التانيين 2 في 3. 2 في 3 فعلا ب6. طب وجمعوهم كام؟ ب5. 2 زائد 3 ب5 وهو الحد الأوسط فعلا. يبقى أنا عندي 2 في 3 بيدي 6. والإشارتين بيكونوا شبه بعض عشان هنا دي موجب، والإشارتين هي إشارة الحد الأوسط. كانت سالب يبقى هنا إشارته سالب وهنا إشارته سالب. طيب بعد كده بعمل ايه؟ قبل الاختصار بجيب المجال عشان هو عايز المجال بيساوي ايه؟ طالما الكسور يبقى اقول المجال ح فرق مجموعة اصفار المقام. س زائد 2 يعني س زائد 2 بتساوي 0، يعني س بتساوي سالب 2. او ان انا اجيب اصفار المقام على طول، بجيب الرقم بعكس اشارته. هنا كانت موجب هتبقى سالب 2، وهنا سالب 2 يبقى هنا صفر المقام هيبقى 2، وهنا المقام هنا هو الصفر التاني المفروض هيبقى 2 بس مش هيتكتب عشان ما بيكررش العناصر في المجموعة. بعد كده عندي 3، يبقى المجال ح فرق مجموعة أصفار المقام اللي هي سالب 2 و2 و3. بعد كده أختصر. خلي بالكم لما يكون عندي زائد وناقص، المقدار الأولاني بختصره لوحده والمقدار التاني بختصره لوحده. يعني أختصر بسط ومقام الأولاني مع بسط ومقام التاني، ده لوحده وده لوحده. لكن في المسألة اللي فاتت الضرب مش مشكلة، ممكن البسط المقدار الأول مع مقام المقدار التاني مفيش مشكلة. لكن في الجمع والطرح كل مقدار لوحده. يعني هنا مثلا س زائد 2 في البسط هتروح مع س زائد 2 في المقام، هيفضل ايه؟ هيفضل المقدار الأول س ناقص 1 على س ناقص 2، بعد كده ناقص اللي في النص س ناقص 3 هتروح مع س ناقص 3، هيفضل ايه في البسط؟ 1 على س ناقص 2. طب انا هنا عندي ناقص هنا لازم بكون اذا كان المقام 1 بيتكتب على طول، لو المقام مش 1 بوحد المقامات. طب هنا س ناقص 2 وهنا س ناقص 2، طب المقام 1 يبقى هيتكتب هو المقام س ناقص 2. بعد كده نجمعهم على بعض، يعني هيبقى المقدار الاول س ناقص 1 ناقص الواحد، دي بتساوي س، وهنا سالب 1 وسالب 1 نفس الإشارة، يعني هيبقى سالب، واجمعهم 1 1 2 على المقام س ناقص 2. طب س ناقص 2 على س ناقص 2 هيدي 1. يبقى الاختصار في أبسط صورة طلع ب1، والمجال ح فرق المجموعة سالب 2 و2 و3. رقم ب، إذا كان أ وب حدثين في فضاء عينة، ولام أ احتمال أ ب4/10 واحتمال ب 6/10 واحتمال أ تقاطع ب 3/10. عايز احتمال أ اتحاد ب. طيب احنا هنا يا ترى الحدثين دول متنافيين ولا غير متنافيين؟ دول حدثين غير متنافيين. ليه؟ لأن عندي لام أ تقاطع ب، يعني هما متقاطعين. تمام. طيب القانون هنا اللي هو عايز لام أ اتحاد ب. لو كانوا متنافيين كان بيبقى لام أ زائد لام ب بس. لكن هنا طالما غير متنافيين هقول فرق لام أ تقاطع ب. نفس الحكاية لو هو عايز لام أ تقاطع ب، بقول لام أ زائد لام ب فرق لام أ اتحاد ب. طيب هنا هو عايز لام أ اتحاد ب. طب لام أ هو عطاني بكام؟ 4/10 زائد لام ب بكام؟ 6/10 ناقص لام أ تقاطع ب بكام؟ 3/10. أجمع 4 و6 يعني هيدي 1 ناقص 3/10، ده هيساوي 7/10. يبقى الاحتمال أ اتحاد ب هيساوي 7/10. اختر إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ما، وأ جزئية من ب. عايز لام أ فرق ب. طب أ جزئية من ب يعني معناها حاجة جوه حاجة. مين اللي جزئي؟ هي أ، يعني أ جوه ب. مين الصغيرة؟ هي أ، ومين الكبيرة؟ هي ب. طيب هو عايز احتمال أ فرق ب. احتمال أ فرق ب. نيجي نشوف أ أصلا جوه ب. الفرق يعني ايه؟ يعني اللي موجود مفروض في أ ومش موجود في ب. ايه اللي موجود في أ ومش موجود في ب؟ طبعا مفيش عناصر موجودة في أ. لو قال لي عناصر هقول فاي، لو قال لي أ فرق ب بس هقول فاي. لكن طالما قال لي احتمال، احنا عارفين الاحتمال بيتراوح ما بين الصفر والواحد. يبقى هنا هو مفيش، يعني معناها الاحتمال بيساوي صفر. يبقى الإجابة هنا هو ج بصفر. طب لو قال لي لام أ اتحاد ب، ده هيدي ايه؟ احتمال أ اتحاد ب ده هيدي ايه؟ هيدي
لام ب كلها احتمال ب كلها. طب لو التقاطع هيدي ايه؟ هيدي ألف. لكن هنا وقت الفرق الاحتمال بيساوي صفر. رقم ب، ارسم الشكل البياني للدالة دالة س بتساوي س أس 2 ناقص 2 س ناقص 3 في الفترة من -2 ل4. طبعا بتكون فترة مغلقة، وعايز من الرسم مجموعة حل المعادلة في ح. احنا أول حاجة بنعمل جدول س ودالة س، بنكتب الفترة من -2 ل4. يبقى هبدأ -2 وافضل ماشية لغاية 4. -2 -1 0 1 2 3 4. بعد كده أعوض في المعادلة. س أس 2 بحط أول رقم -2. طبعا ممكن نعملها بالكالكوليتر على طول. -2 -2 أس 2 يعني 4 ناقص 2 في -2 يبقى هنا 4 وموجب -2 في -2 يعني موجب 4. 4 و4 8 ناقص 3 هيدي 5 يبقى قيمتها ب5. وأعوض بالطريقة دي في كل رقم من الأرقام ديت بيديني دالة س. طلعت الأرقام. بعد كده على الشبكة التربيعية هاجي آخد بقى كل رقم أشوف الزوج المرتب بتاعه. -2 و5. أجي عند -2 ولغاية أطلع لغاية 5 حطيت النقطة بتاعتها. بعد كده -1 وصفر. -1 أهي مطلعش ولا أنزل عند صفر بتبقى هنا. بعد كده الصفر وسالب 3 صفر وأنزل لغاية -3 أحط النقطة هنا. بعد كده 1 وسالب 4 1 وأنزل لغاية -4. 2 وسالب 3 يبقى 2 وأنزل لغاية -3. 3 وصفر يبقى 3 ومتحركش تفضل على محور السينات. 4 و5 4 وأطلع لغاية 5. طبعا لازم دي دالة تربيعية بتلاقي كل نقطتين قصاد بعض وهنا ليها راس بالمنحنى، فباجي اوصل النقط كده اهوت. ده منحنى باصص لفوق. تمام. طيب هنا تاخدوا بالكم في الجدول بتيجوا تشوفوا كده اهوت، هي النقطة هنا اهوت 1 وسالب 4، قبليها هنا -3 وهنا -3، هنا 0 وهنا 0 وهنا 5 وهنا 5. النقطتين بيكونوا شبه بعض. تمام. يبقى طالما ماشية كده صح يبقى تمام. بعد كده ارسم. من هنا بقى عايز مجموعة الحل من الرسم. مجموعة الحل من الرسم اللي هي المنحنى بيقطع محور السينات في ايه؟ هنا قطع محور السينات في النقطة هنا -1 و3. يبقى هنا مجموعة الحل بتساوي المجموعة -1 و3. طيب ساعات ممكن يقطع المنحنى في نقطة واحدة بس فبيكون ليه حل وحيد بيكون نقطة واحدة. ممكن ما يقطعش المنحنى خالص فبيكون هنا مجموعة الحل بتساوي فاضي. لكن هنا طلع لي حلين رقمين لأن المنحنى قطع محور السينات في نقطتين. وبكده نكون انتهينا من حل محافظة الجيزة. أتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.